إذا في مشكل اقتصادي، هذا المشكل سماحة القائد رئيس الجمهورية كل المسؤولين يعترفون به. هلا نحن عم ناخذ كلام القائد الأخير بمقطع صحيح هيك صغير يعني، أول رد. وإلا سماحة القائد كل خطاباته أنا متابع له خطاباته، خصوصا الخطابات المفصلية بيحكي الموضوع الاقتصادي، طرح عنوان اسمه الاقتصاد المقاوم، نقدم أطروحة كاملة على هذا الصعيد، وفي نقاشات كبيرة. لذلك في تفهم من المسؤولين للاحتجاجات بالشارع أنه نعم عندنا نسبة بطالة، عندنا نسبة من الغلاء، عندنا مشاكل مثل موضوع البنوك والشركات المالية الاستثمار، وهذه عملت تأثير كبير جدا على شرائح واسعة. إذا طلعت الناس تحتاج لازم نسمع لها، لازم نعترف باحتجاجاتها، لكن يجب أن نمنع الأعداء. ولذلك شو كان تعبير سماحة القائد؟ أنه العدو ينتظر الفرصة، يتربص. هذه الطريقة هي اللي بتعني أنه عم نعطيه فرصة ولا ما عم نعطيه فرصة. هاي الاحتجاجات فائدتها أنه اليوم أخرجت تيارات النظام من السجال وتسجيل النقاط على بعضهم البعض، راحوا على نقاش جدي. لذلك قبل يومين صار لقاء بين أمس أو أول أمس رئيس روحاني مع رؤساء اللجان النيابية. في تعاضد كبير جدا الآن داخل الحكومة بين الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية، يعني السلطات والمختلف المؤسسات الموجودة في إيران. وأنا بعتقد ما حصل سيشكل حافزا كبيرا وقويا جدا للمسؤولين في إيران والمؤسسات الحكم في إيران أن تتجاوز نقاشاتها وخلافاتها وتروح على معالجات جدية لهذا الوضع الذي تأسس عليه احتجاجات تم استغلالها من الآخرين. أولا هذا الشعار ليس جديد، يعني أنا بذكر بال 2009 هذا الموضوع أيضا طرح، يعني في شعارات مسيرة يوم القدس في 2009 قبل الانتخابات اللي أدت إلى الفتنة المعروفة في إيران. هذا السجال موجود وفي أوساط معينة طبعا متأثرة بما يطرح في الخارج أو لها اتجاهات معينة، لكن هذه ليس لها قاعدة شعبية كبيرة. يعني القاعدة الشعبية الأكبر في إيران، التأييد الشعبي الأكبر في إيران هو للسياسات الخارجية المتبعة من قبل نظام الجمهورية الإسلامية منذ البداية. الشعب الإيراني يتعاطى مع قضية فلسطين، مع قضية القدس، مع قضية المقاومة، مع قضية المنطقة، على أنها أولا هي جزء من عقيدته، جزء من التزامه الديني. الشعب أو الحرس الثوري، الشعب الإيراني جزء من عقيدته، جزء من التزامه الديني، جزء من التزامه الثوري. وأيضا عندما يناقش بعضهم بعضا يشرح للآخرين أن هذا أيضا جزء من أمننا القومي. يعني حتى إذا في إيراني ما عم بيفكر بخلفية دينية أو عقائدية مثلا. طيب حتى بموضوع الأمن القومي